اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. بسم الله بنبدا الدرس الثاني. listen to سهل جدا مفيهوش اي حاجه. طيب الفيديو ده مهم جدا جدا للناس اللي بتتلخبط ما بين الناون والفيرب والادجكتيف، مهم قوي قوي قوي. طيب خلينا نكون متفقين ان انت بس عايزاك تنسى شويه اي حاجه اتقالت لك، شويه صغيرين بالراحه كده. هو يعني ايه ناون؟ ناون يعني اسم، ايوه يعني ايه. طيب تعالى كده شويه نرجع ورا قبل ما اي حاجه تتخلق في الدنيا. بعدين ايه اللي حصل؟ ربنا بدأ يعمل ايه؟ خلق بني ادمين، تمام. حيوانات، تمام. خلق ايه كمان؟ نباتات، حلو. فطبيعي ربنا خلق الحاجات دي، بدأنا بقى نسميها اسامي، تمام. جالنا كده بيبي صغنن فبدأنا نعمل ايه؟ نسميه اسم. ليه؟ عشان هنحتاج ننادي عليه تاني بعد كده. حلو. النباتات بدأنا احنا ساعات نسمي حاجات، اهو احنا اللي بنسميها. ليه؟ عشان اروح للراجل اقول له انا عايز كذا. حاجات ربنا خالقها، نباتات، حيوانات، بني ادمين، وبدأنا نسميها اسم. ليه خديجة ما نسيبها كده وخلاص؟ لا، لازم عشان هننده عليها بعد كده. بس كده الموضوع خلص؟ لا طبعا الموضوع ما خلص. كبر البني ادم وطبعا بدأ يحتاج حاجات، فبدأ يعمل ايه؟ بدأ يصنع حاجات. طيب وبعد ما يصنعها هيسيبها كده؟ لا طبعا، لازم يسميها اسم. ليه؟ عشان هينادي عليها تاني بعد كده. احتاج مثلا قلم يكتب بيه، فقام مصنع البتاع ده، وبعدين قالك انا هسميه كذا، هسميه قلم. ليه؟ عشان ارجع تاني انادي عليه، لاني هحتاجه طول الوقت. احتاج يكتب على حاجه فصنع التيبل وبدا يسميها كذا. ليه؟ لانه هيحتاج طول الوقت ينادي عليها. نون يعني اسم، خلاص. حاجات ربنا خلقها، بني ادمين، حيوانات، نباتات، بعد كده حاجات البني ادم مصنعها، ده النون. زي ايه؟ بالراحه كده. عندي زي علي، ده احنا اللي سميناه علي. منى، هي كانت بنوته صغيره وسميناها، جت لنا فسميناها منى. اهو ساره، فاطمه. كات، دي ايه؟ هنسميها كات. كامل، هنسميه كامل عشان ننده عليه تاني. ابل، مانجو، وهكذا. آلاف بل ملايين الناونز. اتفقنا وقلنا ان في حاجات بقى البني ادم هو اللي صنعها عشان احتياجاته الطبيعيه في الحياه، زي مثلا تيبل. تيبل الترابيزه، تمام. هو احتاجها فقام عامل ايه؟ مصنعها، وبعد كده سماها الاسم ده تيبل. نفس الكلام. كار، تاكسي، تشير، كاربت السجاده. هو احتاجها فصنعها وبعدين سماها. صوفا، بن، دريس. يبقى يعني ايه نون؟ نون يعني اسم، حاجات ربنا خلقها، بني ادمين، حيوانات، نباتات، او البني ادم مصنعها. في النهايه كل ده مين؟ حاجات احنا اللي مسميينها، سواء ربنا او احنا. خلاص اتفقنا؟ ده النون بابسط صوره ليه. نيجي بقى للفيرب. فيرب يعني فعل، ايوه. يعني ايه؟ يعني مجهود الانسان بيعمله. مش فاهم؟ بص، الطبيعي البني ادم ما ينفعش البني ادم كده يقوم من نومه، تمام، يتنيه قاعد كده اسبوع في السرير ما يعملش اي حاجه، ولا يقوم ياكل، يشرب، يلعب، يذاكر، يشتغل، يطور من نفسه. لا، مش ده الطبيعي. عمر في بني ادم بيعمل كده، حتى لو قعد شهر عمره هيقعد التاني. فطبيعي البني ادم يعمل ايه طول الوقت؟ يقوم يعمل ايه؟ يبذل مجهود. ليه؟ عشان حياته تستمر، حياته تطلع لقدام. ايه ده؟ قصدك ان الفيرب هو الفعل؟ يعني ايه؟ مجهود البني ادم بيعمله عشان حياته تطلع لقدام. بالظبط كده. البني ادم المفروض طول الوقت يعمل مجهود، افعال. اللي هو ايه؟ يعمل ايه يعني؟ ياكل، يشرب، يلعب، يذاكر، يشتغل، يطور من نفسه، يروح، يجي. كل ده بنسميه ايه؟ فيرب. يبقى الفيرب هو المجهود اللي البني ادم بيبذله. ليه؟ عشان حياته تطلع لقدام. زي ايه؟ تعالى معايا بالراحه كده. زي eat، مجهود البني ادم بيعمله. run، يجري. work، play، jump، drink، clean، sweep، go، walk. كل ده ايه؟ كل ده مجهود البني ادم بيبذله. ليه؟ عشان حياته تطلع لقدام. طب بصي يا خديجه، يعني ماشي، ساعات هفتكرها وساعات لا. طب قولي لي طريقه تانية سريعه جدا ايه اعرف منها ان ده فيرب. يعني هو انا مش بفضلها بس يعني تمشي. هي ايه؟ ان احنا نترجمه بالعربي هتلاقيه دايما بدايته ياء. بص كده،
ياكل، يجري، يعمل، يلعب، ياء دايما. خلاص اتفقنا؟ يبقى يعني ايه فيرب؟ فعل، مجهود البني ادم بيبذله عشان حياته تطلع لقدام. وصلنا مع بعض للادجكتيف. ايوه يعني ايه ادجكتيف؟ ادجكتيف يعني صفه. ايوه يعني ايه؟ طيب خلينا قبل ما نبدا شرح خلينا نكون متفقين ان اي حاجه في الدنيا اللي هو مين؟ بني ادم، حيوان، نبات، حاجه ما بتفهمش اللي هي الجمادات، كل ده ليه ايه؟ ليه شكل من بره، تمام، وليه كمان احساس من جوه، تمام. زي انا ليه شكل من بره وشكلي مختلف عن شكلك، صح. انا طويله، انت ممكن تكون قصير، ممكن تكون اطول مني، وهكذا بقى. كل واحد ليه شكل من بره، حلو. وكمان كل واحد ليه احساس من جوه، بيختلف احساسي عن احساسك من لحظه للتانيه وهكذا. طيب تمام، اعمل ايه يعني؟ قالك احنا عملنا شويه كلمات كده هنستخدمها عشان نوصف شكلنا اللي من بره ده واحساسنا اللي من جوه. ايوه زي ايه؟ تعالى وانا اقول لك. اول حاجه tall، بوصف شكلي من بره. short، شكلي من بره. happy، احساس من جوه. sad، احساس من جوه وطبعا بيطلع على بره. strong، من بره ومن جوه، ده لازم يبان من بره ومن جوه كمان. fast، بوصفه انه سريع. slow، بوصفه انه بطيء. hot، حران. cold، وهكذا. fat، thin، hungry، sorry، آسف، ندمان والله. nice، لطيف، وهكذا. يبقى يعني ايه adjective؟ adjective يعني صفة، كلمة بتوصفني، بتقول شكلي عامل ازاي من بره او حاسس بايه من جوه. لا ثواني يا خديجة، هي الحاجات الجمادات ما بتفهمش على فكرة وما عندهاش احساس، تمام، ما عندهاش احساس من جوه بس ليها شكل خارجي، لونها ده صفة. بلاك ده كده انا بوصفه ان هو كده اسود. خلاص. الخلاصة noun يعني اسم، يعني ايه؟ حاجات ربنا خلقها، سواء بني ادمين، حيوانات، نباتات، وانا بعمل ايه؟ سواء ربنا او احنا عملنا ايه؟ سميناها عشان هنحتاجها في حياتنا بعد كده، وعرفنا يعني ايه nouns. نيجي بعد كده الفيرب. فيرب يعني فعل، مجهود البني ادم بيعمله عشان حياته تطلع لقدام، زي run، play، eat، go، work، study، حاجات كتير جدا. نيجي بعد كده adjective. ايوه يعني ايه adjective؟ يعني صفه، كلمه بتوصفني، بتقول شكلي عامل ازاي من بره او حاسه بايه من جوه. خلاص اتفقنا؟ زي tall، short، happy، sad، fat، thin، وهكذا. fast، slow، ملايين بقى الايه؟ الصفات. اتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت منه واستفدت من الشرح، والدنيا بقت احسن شويه وعرفنا نفرق بين الناون والفيرب والادجكتيف.